بفكر اشيل الحجاب وفتحت الكاميرا واتكلمت. اقنعتي اهلك ازاي اخد الخطوه دي؟ الحجاب. تضحك على مين؟ انت دخلت في طريق، نزلت في حفره مش عارف تطلع منها، مش عارف ايه اللي بيحصل. كل اللي انت تعرفه ان انت مش مرتاح. يمكن كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع الحجاب. ناس كتير بتقلعه، وبجد الموضوع موجع ومحزن قوي ان انتي تشوفي واحده محجبه وتشيل الحجاب. بصوا، هو الموضوع اصلا يعني انا مثلا واحده اهو بفكر اشيل الحجاب. هو انا ما فكرتش قبل كده اشيله؟ فكرت طبعا، بس يعني فكرت مثلا في فرح اخويا كان من 5 سنين كده. فكرت ان انا احضر بشعري. كنت في تالتة جامعة، بس قلت ايه، قلت يعني ايه بجد. قعدت اصارع مع نفسي كتير قوي. يعني انا بقول انتي اصلا نفسك، انتي كبري لما بتشوفي واحده قلعت الطرحه بتتضايقي وتقولي ليه ومش ليه. فبجد الواحده لما بتقلع تبقى محجبه وبتقلع الطرحه بترجع لورا. ان واحده يعني الناس بتجاهد ان هي تطلع لقدام وتقرب من ربنا اكتر وتبقى احسن. لما بتشوفي واحده رجعت خطوه ورا وماشيه للاوحش بتزعلي وبتتصدمي وتبصي لها بصه اللي هو انت قد ايه ضعيفه، قد ايه ضعيفه بجد، حتى لو انت بشعرك مثلا. فبجد الموضوع ده بيبقى صعب جدا. حتى شكلك بيبقى وحش قوي، بجد شكلك بيبقى وحش لما تعملي كده قدام نفسك وقدام الناس وقدام ربنا. ف في واحده بلوجر خلعت الحجاب. هو في كتير، بس من قريب اخر واحده دي لقيت الناس، دخلت يعني ايه اشوف، جالي الفضول اشوف كومنتس البنات ايه. لقيت بنات بتقول لها اقنعتي اهلك ازاي اخد الخطوه دي، وازاي معرفش ايه. البنات عايزه تشيل الطرح كلها. بصوا يا بنات، هو الموضوع بجد جهاد مع النفس، بس خليكي دايما عارفه انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. هتقولي اصلا انا لا، ده انا شكلي احلى بالطرحه، شكلي احلى بشعري. هو ده كده كده الشعر تاج المرأة، ما عشان كده ربنا امرك ان انتي تغطيه، علشان انتي حاجة غالية جدا، غالية قوي بجد. ربنا غلانا وعظمنا جدا في القرآن وخلاكي ويعني والستر وكده. دي حاجة بتزيدك قيمة، بتزيدك قيمة وبتزيدك وقار وبتحافظ عليكي، لان في ناس كتير مريضة النفس، نفسها مريضة. فانتي ربنا كده وخلى يعني خلى ان انت تشيلي الحجاب وان انت تلبسي زي ما انت عاوزه البني ادم واحد بس. شوفي قد ايه انت غاليه، ما خلكيش متاحه للجميع. والبني ادم الواحد ده هيبقى يعني هو هيبقى سندك في الدنيا، هيبقى شريك حياتك، مش اي حد برضو. والسلام، هيبقى ابو عيالك، هيبقى وربنا ما سهلش الموضوع اللي هو انا عايز دي فيلا دي. لا، ده الموضوع بيبقى باوراق رسميه وقعدة عرب، قاعدة بين اللي هي قعدة الاب والاهل وكده، الاب والام والاهل كلهم. وفي آه عقود، معرفش بيسموها ايه في الجواز، بس فالموضوع كبير. الموضوع مش اللي هو اي حاجه والسلام. فانت ليه بتقللي من نفسك؟ بجد ليه بتقللي من نفسك؟ انا عارفه يا بناتي ان هو بجد جهاد مع النفس، والشيطان ممكن يسحبك قوي. انا لو القهوه بردت هنزعل من بعض. اوكي، كنت بقول ايه؟ دايما خلي في دماغك انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. انا كنت بقول لكم على الصراحه بقى اللي كنت فيه يوم فرح اخوي. يعني علشان يوم فرح اخوي انا هقلع الطرحه. هو انا يعني هعيش كم مره؟ هي مره هقلعها يا ستي وبعدين ابقى البسها تاني. شلت بتاعه اتفكت عشان بنقول حاجه غلط. ماشي، فقعدت افكر مع نفسي والله العظيم صوتين. عارفه لما يبقى في صوتين جواكي وانتي في صوتين جواكي بيتخانقوا، صوت يقولك لا
يلا اقلعي الطرحه، ده انت كده اجمل من غيرها، يا بنت بيني جمالك، يا بنت يا بنتي انت هتعيشي كم مره، يعني انت هتعيشي مره ولا هي موت ولا اكتر، والحاجات دي كلها حاجات. الصوتين دول كانوا جوايا، صوت الشيطان والصوت اللي هو لا انا مش هغضب ربنا، يعني انا هغضب. قعدت افكر بقى، قلت انا هغضب ربنا علشان يوم، عشان يوم هغضب ربنا. والناس اللي بتقولك انا هعمل الغلط وبعد كده ارجع اتوب، هو انت بتضحك على مين؟ بتضحك على مين؟ انت عملت الغلط وانت عارف انه غلط، فاكيد هتتحاسب عليه. ده انت مخطط كمان، انت ما تفتكرش نفسك ذكي على ربنا يعني. الشيطان بيبدأ يسحبنا واحدة واحدة، وفعلا اصلا الشيطان اللي بيقولك مثلا اعمل ده وانت هتعيش كم مرة وبعد كده ارجع توب، ارجعي توبي بعدها، اعملي بس اللي انت عايزاه وارجعي توبي. فالحاجات دي اصلا بتطبع على القلب وبتأثر في نفسيتك وبتخليك شخص وحش من غير ما تحس. فانت دايما لما يجيلك فكرة يعني في حديث هقوله لكم، اسهل الحرام، انا مش فاكره الحديث بالظبط بس هحاول اقوله وهكتبه لكم على الشاشه. أصعب اسهل الحرام الحرام اوله، ثم يسهل، ثم يستساغ، ثم يطبع على القلب، ثم يعني يطبع على القلب ان هو بيعد حاجه عاديه جدا لغايه بعدها القلب بيفضل يبحث عن حرام تاني. فالموضوع الحرمانيه بقت عاديه. فالموضوع في الاول بيبقى صعب، بس فما تعملش يعني. شيطان الاول بيقعد يجيبك واحدة واحدة، يسحبك ويسحبك واحدة واحدة، ويقولك يبقى توب ويبقى اعمل ويبقى امل عشان يسحبك على الحتة دي. وبعد ما بتتسحب بتبدأ ايه، ان الموضوع يسهل يسهل يسهل، ما بتطبش ساعتها. الموضوع بيبقى يسهل 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 يسهل. خطوات الشيطان بقى اهي، دي خطوات الشيطان، يسهل يسهل لغاية ما الحرام يجيب الحرام التاني والتالت والرابع، وحرمانيات قد كده، وتلاقي نفسك بقيت قلبك بقيت شخص بجد مقرف، يعني بجد بقيت شخص مقرف، وما بقيتش مرتاح اصلا نفسيا. انت مش عارف انت دخلت في طريق، نزلت في حفرة مش عارف تطلع منها، مش عارف ايه اللي بيحصل. كل اللي انت تعرفه ان انت مش قادر تكنترول يور سيلف خالص. فخلوا بالكم على نفسكم يا بنات. والحجاب والحشمة دي حاجة بتضيفلك مش بتقلل منك، ده بتضيفلك جمال واحتشام، بتضيفلك كل حاجة، بتريحك نفسيا جدا جدا جدا. ودايما ربنا طالما انتي بتعملي حاجة عشان دي فرض عليكي، دايما ربنا هتلاقيه بيعوضك خير. والله انا اتكلمت معاكم كده في الموضوع ده، كنت عايزة اتكلم فيه من الاول وفتحت الكاميرا واتكلمت. يا رب تكونوا بجد استفدتوا، وان شاء الله ربنا يقوينا. دايما ادعي في صلاتك، انا دايما بدعي بقول اللهم ثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك، وينصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ودايما بدعي يا رب يعني ربنا يجعلني قريبة منه دايما، لان انت كل ما بتبعد عن ربنا عن اللي خلقك كل ما حياتك بتبقى اوحش، والشيطان ما بتبقاش مرتاح نفسيا، والشيطان بيزينك لا ان انت كده مبسوط، وان انت ما بتبقاش مبسوط، انت من جواك ما بتبقاش مبسوط بجد. يعني لو قعدت مع نفسك هتلاقي قلبك بينزف اصلا. فخلوا بالكم من نفسكم، الفتن كتير حوالينا، وبلاش لكل البنات بجد، بلاش تاخدي واحدة، ما تاخديش حد قدوة. يعني انا مثلا اكيد انا بعمل غلطات، اكيد انا بغلط، انا برضو مش قدوة، بس انتي الشخص اللي قدامك خدي منه الحلو بس، ما تاخديش انسان قدوتك. احنا كلنا قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا كده بشر، احنا بشر فبنغلط. فلما تلاقي واحده بلوجر مثلا انت بتحبيها، تلاقيها خلعت الطرحه، انت عارفه ان ده غلط، ما تعمليش الغلط ده، لان هو غلط. وعشان مش عشان انت بتحبيها تاخدي منها الحلو والوحش، ده اسمه هبل بجد. فما تعمليش كده، وخلي بالك من نفسك، وخلي بالك من افكارك، وقوي ايمانك، وقربي من ربنا اكتر عشان راحتك هتبقى هنا. نسيت اقول لكم حاجه قبل ما اختم. في ناس بقى بجد، ناس بحسها متخلفه، فلتكن خيرا او لتصمت، اخرس خالص ما تتكلمش.
اخرسي خالص، ما تتكلميش. الناس دي استنى، الناس مثلا لو شافت بنت، احنا بنشوف كتير بنات رقبتها كلها باينه من الطرح، يعني انا اصلا دي حرام، دي حرام، بس انا بجاهد نفسي، كلنا بنجاهد نفسنا. في بنات بقى ايه بتبقى الاكتر بقى بتبقى فعلا شايفين لغايه السلسله دي مبينه كل ده، ولابسه سلاسل وحاجات ومبينه اكتر، والله العظيم بشوف كتير. والناس اللي بتعمل تربونه، والناس هل الناس دي صح؟ الناس دي غلط. هل ده حجاب؟ لا ده مش حجاب، بس الناس دي بتجاهد. ما تجيش تقول لها شيل الطرحه. انا عارفه ان الشكل بيبقى فعلا مستفز، الشكل فعلا بيبقى مستفز، يعني انا لما بشوف حد كده بستفز، بس بدعي لها يا رب ربنا يهديها وربنا يهديني وداردي واقفلها للاخر، ماشي. فكلنا بنجاهد. فلما تشوف حد او تشوفي حد مش لابس الحجاب كامل، ما تبقيش غبيه وتستفزي، تخلي الاستفزاز يسيطر عليكي، وتروحي بدل ما تكحليها تعميها. ليه؟ لان كل حاجه بتبقى واحده واحده. فانت فعلا في ناس من كتر ما الناس قعدت تتريق على لبسها للطرحه شالت الطرحه. ايه الهبل؟ يعني انت كنتي هنا رحتي اديتيها مرشدين لو انا بسبب كومنت منك؟ يا غبيه يا غبيه، مش بنعمل كده. احنا لما نشوف حد مش لابس الحجاب كامل او بنعمل ايه؟ ربنا يهديكي حبيبتي، المفروض ان احنا نغطي، بنتكلم بالذوق، بنفكرها بالذوق، بنعمل كومنت بالذوق. مش هقعد اقول له اوف ايه اللي انت عامله ده، شيل، انت محجبه ليه؟ شيليها خالص. ليه هي بتاخد الستيب بتعمل كده؟ اللي انت تروح مرجعها كده، يا اما تعملي كده تلبسي الحجاب كامل وما فيهوش غلطه، يا اما ترجعي بقى ما تلبسوش خالص. ايه الهبل ده؟ بجد هبل. فيا جماعه خلوا بالكم من كومنتاتكم كويس قوي، خلي بالكم من كلامكم. لما تشوفوا حد مش لابس الحجاب صح، ما تقعدوش تتريقوا، اقعدوا ادعوا له، لان التريقه دي انت هتاخد ذنب، ممكن ياخد منها قرار يقولك عشان انا اخلص بقى من الحجاب اللي تعبكم ده او الطرحه اللي تعبكم دي، انا هشيلها بقى خالص، بما ان انتوا كده بتقولوا حجابي مش كامل. يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. فبجد انا بشوف الناس دي يعني فلتقل خيرا او تصمت، ما تبقاش متخلف. او ماي جاد ايه الدبانه دي؟ غوري، دي حاجه كبيره حاجه كبيره. تجيلي في القهوه، استنى. اوف اوف اوف، افتح النور ثواني بقى.